فحوصات طبية لموسي ماريجا وهدية الزعيم لأوراوا. ميسي يفاجئ الهلال السعودي. ولكن قبل بداية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات عن انتقال ميسي إلى الهلال. وإذا كنتم مهتمين بأخبار الهلال السعودي لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل متابعة لصفحتنا على الفيسبوك حتى يصلكم أخبار الدوري السعودي فور نزولها. فحوصات طبية لموسي ماريجا وهدية الزعيم لأوراوا. أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن استاد الملك فهد الدولي في الرياض سيحتضن مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا راد دياموندز الياباني مساء السبت 29 أبريل المقبل. وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي لإقامة المباراة على الملعب لم يعلن بعد، لكنه مؤكد عمليا، والدرة يتسع لنحو 62 ألف مشجع، وهو ضمن الملاعب التي سيتم تعديلها وتطويرها لتكون جاهزة لاستضافة نهائية كأس آسيا 2027. ونشر حساب الهلال الرسمي على تويتر مقطع فيديو يوثق قصة مباراة الفريق ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي حسمها لصالحه وب7 أهداف دون رد. وظهر خلال الفيديو القائد سلمان الفرج قبل اللقاء وهو يلقي محاضرة ملهمة ومحفزة جدا للاعبين. وفي نهاية الفيديو ظهر الرئيس فهد بن نافل سعيدا للغاية وبالتأهل للنهائي، لكن مع التأكيد للاعبين على أن الاحتفال موعده بعد الفوز باللقب. هذا ومن جانبه يخضع موسي ماريجا مهاجم الهلال اليوم لفحوصات طبية لتحديد التشخيص النهائي لإصابته العضلية والتي تعرض لها خلال مواجهة الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. اللاعب لم يستطع إكمال اللقاء وسيتحدد على ضوء نتائج الفحوصات اليوم برنامج العلاج والتأهيل، وإن كان سيستطيع اللعب أمام الوحدة بعد غد ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي. ميسي يفاجئ الهلال السعودي. فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة ذا باست لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتنافس ليونيل ميسي مع كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا وزميله في الفريق كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا. وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: ربما أبدو متوترا بعض الشيء، ولكن قبل كل شيء يجب أن أقول أنه شرف كبير أن أعود إلى هنا وأكون رفقة بنزيما ومبابي فكلاهما قضى عاما رائعا. وأضاف: شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا. أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين، أيضا يتواجد هنا مارتينيز وكذلك سكالوني. وواصل: نحن هنا لتمثيل باقي اللاعبين، فلولاهم لما كنا هنا. هذا العام كان عاما مجنونا بالنسبة لي، وأن أحقق حلمي بالفوز بكأس العالم، وبعد قتال وصراع كبير في النهاية تحقق الحلم، وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي. وما زال الحديث مستمر خلال الفترة الحالية على إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال الموسم القادم. وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد عاد الرد على إمكانية انتقاله إلى الزعيم السعودي بالفترة المقبلة. وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بباريس سان جيرمان في 30 يونيو 23 و2000، حيث رفض عرضين للتجديد وسط محاولات من الهلال لضمه رسميا. وأكدت صحيفة الشبابية على موافقة ميسي مبدئيا على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالهلال وبداية من الموسم الرياضي القادم. وأوضحت الصحيفة على أن الأسطورة الأرجنتيني سيحصل من الزعيم الهلالي على مبلغ 385 مليون دولار، 1.444 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الوحيد.